هذه الحلقة بالتعاون مع محتوايز. عندك نشاط تجاري وباقي فواتيرك ورقية؟ أكيد جاك العلم ومر عليك تعميم الفاتورة الإلكترونية حق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنهم بيمنعون الفاتورة الورقية على 4 ديسمبر الجاي. لا تشيل هم، عندك كاشير رواء، نظام مبيعات سحابي تقدر توصل له من أي متصفح بدون تحميل، وسهل في التعامل، يخليك تتابع مبيعاتك أول بأول. ومع هالنظام كل فواتيرك الجاية راح تصدر إلكترونية وبكل سلاسة. اللي باقي إنك تجربه بس. بالوصف رابط سريع لرواء وحلولها التقنية. صباح الخير. بالرغم أني حددت موضوع هالأسبوع من قبل، إلا أني ظليت أكثر من يومين أحاول أصيغ مقدمة تكون ملفتة وجذابة وتناسب موضوع اليوم، لكن للأسف فشلت بأني أصيغ هالمقدمة. مو لأني ما أعرف، لا، ولكن كل ما كتبت مقدمة في حق هالشخص اللي بتكلم عنه اليوم أحس أني هضمت حقه، أرجع أمسح واكتب مرة ثانية وأحس أني ما وفيت حقه وأرجع أمسح. أعترف أني وقفت عاجز قدام أني أكتب شيء يليق بهالشخصية. أتصور أن اعترافي بعجزي هو أفضل مقدمة، ولا إيش رايكم؟ هذه الحلقة مهداة لأختي الغالية هداية. تخيلوا كنت أدور في الإنترنت عن قصص عن الأخت، ولكن للأسف لقيت إنه مهضوم حقها حتى في القصص اللي تتكلم عنها. لذلك خلوني أقول لكم قصة قصيرة عني وعن أختي. أنا الكبير في أخواني 4، وعندي أخت واحدة فقط، أختي هداية. هذه ترتيبها 4 بيننا، ولكم أن تتصوروا كيف كان وضعها في البيت من انولدت. من وهي صغيرة هي المدللة اللي لا حد يزعلها ويكسر خاطرها، وفعلا كنا شايلينها على كفوف الراحة، نحبها أكثر من أنفسنا. كبرت هداية وصارت بنتش حلوة، وفي يوم من الأيام حبيت أمارس دور الأخ الأكبر عليها. غلطت غلطة بسيطة، واعترف إني أنا كبرت السالفة ورفعت صوتي عليها. صارخت في وجهها فقط لأنها كانت تراددني. للأمانة وحسب ما أتذكر ما مديت يدي عليها، لكني يمكن مسكتها من يدها بقوة أو حطيت يدي على خدها بقوة وأنا صارخ عليها. اطلعت من غرفتي تبكي. بعدها بشوي الوالد نهاني من أني أكرر اللي سويته. حسيت ساعتها أنهم فضلوها علي. شعور طبيعي، وحلفت من يومها أني ما أكلمها وما أتدخل في حياتها. تصوروا 5 سنين تقريبا ما كنت أكلمها ولا أهتم فيها. أعترف أنها كانت أصعب 5 سنين في حياتي. كنت أتقطع من داخلي، لكن الكبرياء اللي مو بمحله كان مسيطر علي. إلى أن جاء يوم وقرروا الوالد والوالدة يسافروا وياخذوا معاهم أختي. أنا اللي وصلتهم المطار. حضنت الوالدة والوالد وسلمت عليهم. كانت هداية واقفة بعيد. طالعت فيها وبدون شعور مشيت لها وحضنتها
وصارت تبكي على حضني وبكيت معاها، ورجعت من يومها المياه المجارية. لكن ظليت ندمان على كل ساعة قضيتها وأنا بعيد عنها بسبب الكبرياء اللي منعني إني أصالحها طول هالفترة. كانت العيشة بلا إحساس الأخت وطيبتها عيشة ما تنطاق، وما عرفت قيمة هالعيشة إلا بعد اللي صار بيننا. أختي هي فجر كل أيامي وسعادة أحلامي، هي صوتي إذا تبعثرت كلماتي، اطمئناني إذا ضعت وسط الطريق، أختي جرأتي إذا تهيبت، حكمتي إذا تحيرت، روح أمي وظل أبوي، أختي النغمة الخالدة اللي تعزفها أوتار قلبي، أختي تاج راسي. عندك أخت؟ حافظ عليها، تراها نور البيت وأمك الثانية. إي نعم، أمك الثانية. منو كان يعتني فيك لما أمك تكون مشغولة أو طالعة؟ منو كان يخاف عليك من نسمة الهوى لا تحسسك بالبرد؟ منو اللي إذا بكيت تسوي كل شيء عشان تضحكك؟ منو اللي إذا راحت مكان تشتري منه إلا ما تذكرك في كل شيء؟ يمكن تختلف معاها في وجهة نظر في مبدأ ما، لكن تبقى الحنونة اللي تحبك، اللي مهما قسيت عليها تكون هي اللي تسامح. ترى حتى لو اعتقدت انها ما سامحتك، ترى بداخلها طيبة تكفي العالم كله، بس يمكن مو قادرة تعبر لك عن مشاعرها. صوت العزاوي مرخصة كل غالي، أختي عساني في الحياة ما عدمها، لو تطلب عيوني وجاهي ومالي يجعلها فدوة خطاوي قدمها. هذه ستر وجهي هقاوي عيالي، حق علي جلها واحترمها، اللي غلاها ما يفارق خيالي، ومن عطفها يجعرني من حرمها. لو تتصل وانا بعز انشغالي، فيما تبي واجب علي خدمها. ترى الأخو عزوه بسود الليالي، حق عليه جلها حق عليه عزها ويحشمها. كم مر لجل عيونها صار حالي، ولو انحرم من راحتي ما حرمها، وفي ضيقتي أقرب علي من ظلالي، وشلون أنا ما أحبها واحترمها. يقول لي أحد الأصدقاء إن بيوم من الأيام صاب مرض وسووا له عملية، ولما طلع من المستشفى كانوا إخوانه يجلسون معاه بالكثير ساعة أو ساعتين. يقول لكن خواتي كانوا من أول النهار لآخر الليل يحاروني ويباروني ويسألوني إذا محتاج شيء، على قولتهم مسويني يا دهينة لا تنكتين. هذه هي الأخت، تترك كل شيء بيدها لأجل أخوها، تخاف عليه حتى وهي بعز انشغالها وزحمتها، وإن ما قدرت تكون معاك بسبب ظروف المكان أو الزمان، تأكد إنها تحاتيك فوق ما تتصور. أختاه يا عطر الربيع، يا وردة أحببتها منذ الصغر، عشنا معا لنوزع الضحكات في عمر الطفولة، لا نمل من الحياة ولا نخاف من القدر، نلهو ونلعب في جوانب بيتنا، لا صوت يسبق صوتنا، لا حب يشبه حبنا، لا دفء يعدل دفء قلبك حين نحضن بعضنا. وكبرت يا أختي، فصار الخوف من خوفي عليك يلفني ويهز جسمي، وكبرت يا نور الفؤاد، فصار همك في ضباب العمر همي. إني أحبك رغم أن الحب في عرف المحبة لا يساوي عند نبض الأخت شيئا. إني أحبك فاتركيني أسكب الإحساس يا روحي لقلب صار أغلى ما لدي. أختي هي نصفي الثاني، مهما صار بيننا ومهما اختلفت آرائنا، تبقى الغالية الحنونة
اللي مالي في هالدنيا أخت مثلها. أختي قطعة من روحي، اللي لو تألمت تألمت معاها، اللي لو جار عليها الزمان بيوم ما لها غيري بعد أبونا. إذا عندك أخت حافظ عليها، تراها تعتبرك عزوتها وسندها، وما لها بهالدنيا غيرك. زورها واسألها إذا محتاجة شيء، سير عليها وسرها. ولو يوم حسيت إن الدنيا ضاقت عليها، جرب حطها بحضنك وشوف شلون هالدنيا بتوسع في عيونها. بكرة لو ضاقت عليك الدنيا بتلاقيها هي من أوائل الناس اللي توقف معاك وتحاول تخفف عنك ضيقتك، تفديك بروحها. ولو تطلب عيونها تعطيك إياها على طبق من ذهب وهي فرحانة. هذه الطيبة، هذه اللي تعتبرك أبوها بعد أبوها، لا تتركها للزمان يلعب فيها. انت غطاها أيام البرد، وانت الهوى اللي تتنفسه، انت نور عيونها اللي تشوف فيها. أختك تساوي في حياتك، نعمة من الله واجب تقوم فيها. ربك وهبها لك هدية لذاتك، وصاك في القرآن تحسن إليها. هي اللي تتعب لجل تكسب رضاتك، وتسهر لياليها لراحة أخيها. هي اللي تتحمل قساك وخطاتك، ما فيه غيرك في الحياة هي عنيها. تقدر تعوض كل شيء في حياتك إلا أختك اللي ما حد يعتليها. أختك هي أمك، أختك أقرب بناتك، وانت لها من بعد أبيها. أبنشدك يلي التناسى خواتك، وش عذرك اللي يمنعك ما تجيها؟ لا تنشغل عنها وتهمل وصاتك، خصص لها وقتك عشان تعطيها. حضنك، حنانك، ضحكتك، تضحياتك، قدم لها الدنيا براحة يديها. والله ما حد يذكرك في مماتك إلا أختك اللي كنت ظهري حميها. سؤال. مهما كتبت ومهما قلت عن الأخت ما راح أوفيها حقها. عجزي وعجزك عن أنك توفيها حقها أكبر دليل على أن قدرها عالي. هذه أختك، عزها وتعزك. عيناك دمعهما يحدر أدمعي، قولي فديتك ما الذي يبكيك. بوحي فديتك يا حشاشة أضلعي، وارمي همومك في فؤاد أخيك. لا تشتكي لسواي كي لا تخدعي، كم ذارف لك دمعه يؤذيك. أنا روضك الزاكي فطيبي وارتعي، وتذكري أني شبيه أبيك. إذا كانت عندك أخت، سواء كنت ذكر أو أنثى، وتحب خواتك، لا تنسى تهديهم هذه الحلقة. وإذا ما كان عندك أخت، تأكد تماما بأن إلا ما الله يعطيك أخت ما ولدتها أمك، هم بعد أرسل لها هالحلقة كإهداء لها. وصلنا لنهاية حلقتنا، وقبل لا أنهي الحلقة وكالعادة أقول لكم يا صباح. Mm-hmm.